السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غنقدم لكم اليوم البنات طاقم تاء الوجدية بالطريقة ديالي. باختصار كناخدو الدقيق كيلو، كنخلوه غير يكون اللون ديالو ذهبي كما كتشوفوا، باش يجينا ساهل ملي غنطيبوه في الزيت. صافي، والمقادير عندنا فيها القرفة، وعندنا اويلي سكنجبير شويه ديال الملحة، شويه ديال النافع وهذاك وحبة حلاوة والمسكة الحرة، شويه ديال الكوزة، شويه ديال الملح. هنا عندنا زلافة ديال اللوز مقلي ومطحون، وزلافة ديال اللوز تاني صاين ومقلي، وعندنا الزنجلان تقريبا زلافة، الزنجلان حسب الرغبة. صافي، هي هذيك البنات المقادير هما هادوك. نسيت السكر، كاس ونص السكر، الحلاوة حسب اللي بغيتو نتوما. الفخر راه وجدتو باش نحط عليه الكوكوط، غير كتسخن الزيت كنلوح شويه ديال الدقيق، كنشوفو سخنات صافي كنبدا نزيد بشويه بشويه الفخر مزيان باش ما كيخليش الدقيق يتكور. كنبقاو نحركو نحركو، زيد حرك مزيان حتى ما تخافوش من البنات، راه ضروري غادي تختار. المهم الدقيق راه كيكون حسب الجوده، الدقيق راه كاين اللي كيشرب، غادي تشوفوا نتوما القياس ديالكم. والزيت ما ديروش اي زيت، ديروا زيت من النوع الجيد ديال نوار الشمس، ما ديروش هذاك الزيت اللي كتكون ديال القلي ولا داكشي، المهم فيها الريحه هذيك. صافي كنبداو نحركو كما كتشوفوا دابا الخاطر، صافي حتى اللون ديالها كتشوفوا كيولي بحال هكا. صافي كنحيدوها وكنخلوها تبرد في جنب، نخويوها فشي انيه اخرى باش تحيد من السخونيه ديال الكوكوط. صافي، وكتشوفوها بحال هكا. اللي بغى يصفي البنات الزيت يحيدها، انا حيدت من هذيك الزيت اللي كتكون في الجنب. ملي كتخليوها واحد حتى كتبرد، ماشي تبرد كاع بزاف، المهم كتكون دافيه باش ديروا فيها سكر كلاصي. صافي كتصفيوها هذيك الزيت كتحيدوها، اللي بغى يخلي الزيت يخليها، انا حيدتها. واللي بغى تجيه شويه تكون مطلوقه ما يديرش دقيق بزاف. انا بغيتها بحال هكا تجي معلكه، كتجي بحال سليلو البنات. انا زدت في هذوك المقادير باش تجيني بحال سليلو، وكندير فيها السكر، درت كاس بارك عليا. اللي بغيتي تزيدوا الحلاوه زيدوها، اللي بغى يدير العسل يديرو، حتى هو كيجي زوين. صافي كنحركو حتى كيذوب هذاك السكر، كتكون دافيه شويه. صافي، ونزيدو دوك المقادير اللي درنا، الكوزه والقرفه وحبه حلاوه والنافع والمسكه الحره، نخلطو مزيان حتى كيتعلك مزيان. صافي غادي نضيفو اللوز المقلي ومهروش، ما تطحنوش بزاف باش يبقى باين. واللوز الاخر تا اللي بغى يدير كاوكاو البنات يدير كاوكاو، انا كتعجبني باللوز. وداك اللوز حمرته هكاك بقشورو وهروشته حتى هو. صافي كنحركو مزيان. في الاخر كنزيد داك الزنجلان، تقريبا زلافه ديال الزنجلان، كتجي كيتقرمش زوين. صافي كتحركو مزيان وكتخلوها حتى كتطلق مزيان وتبات. صافي وقدموها، كتبقى حتى العام ما كتخسرش، زوينه هكا. تاكلوها في الليل في الصباح تعطوها للدراري، فيها المقويات، زوينه وبالصحه والراحه. ونتمنى لكم الصحه والعافيه. ودرتها في الطبيسيل، قلت راه ندوق شويه واخا باقا دافيه، قلت راه ندوق منها. المهم عجباتني زوينه، في داك اللوز كيتقرمش، داك الزنجلان حتى هو. ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.